السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشاعر مبارك العبد قشور العولقي من محافظة شبوة. حصلت فيني قصة مع واحد سعودي، أجا وأنا جالس وقال لي وش فيك طفشان يا أبو يمن؟ قلت له والله مغير من وضع الدنيا كذا. قال لي أنت شغال؟ قلت له لا والله عني بعد اشتغلت. قال لي يا ولد أنا عندي مشاريع أبغاك تشتغل عندي ومدري إيه. قلت له كفيلي أنا مغيب ويوم بجي بشتغل عنده إن شاء الله. قال إيش رايك تشتغل معي؟ قلت وش الشغل؟ الشغل ما هو بعيب لكن قل لي. قلت إيش كذا؟ قال عندي محلات وابغاك منظف وكذا وتحصل لك خير. قلت أفاي العلم. المهم والله الذي لا إله إلا هو عند القصة هنا حصلت يا رجال. ورحت وكتبت قصيدة وأنا أقول أنا الذي قلبي معذب وموجوع، أنا الذي قلبي معذب وموجوع، وأنا الذي مقدر أجدد لقامه، ما حب عن وضعي يشرح أي موضوع، لكن جبرني ذي جرحني كلامه، لكن جبرني ذي جرحني كلامه. ذي قال لي عنده 30 مشروع ويبان اشتغل عنده منظف قمامه. قولوا له إن ما أنا بهين ومقطوع واللي مكاني في بلادي وهامه. شاعر إيماني عولقي أنت مخدوع، ورد الجنوب ورد الكرم والزعامة. لا تحتقر لا شفت في عيوني الجوع، لا تحتقر لا شفت في عيوني الجوع، حسبي عليك اللي أنهار القيامة، يغنيني اللي مد من رزقها فروع عليك يا منكر أصول الشامة. نعم عليك يا منكر أصول الشامة، وافضل تحية من شرايين موجوع، وتكفوا الصلوها لا سمو الفخامة، دار الملوك اللي لهم نور وسطوع، صقور العرب أما نعامة وقولوا لبن سلمان ونحدنا الجوع. بعد وصلنا لأسطول القمامة وقولوا لبن سلمان ونحدنا الجوع، بعد وصلنا لأسطول القمامة. أما حياة بعز والرأس مرفوع ولا الموت وما تموت الكرامة. وتحياتي لكم.